السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يوبير ديزاينر من قناة موشن جرافيك بالدارجة. اليوم ان شاء الله نحاول نديرو التحريك لهذا الشعار هذا. دونك هاد لي تكنيك كنا شفناهم في حصص اللي دازو من قبل. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى انكم تستافدوا من هذه الحصه هذه. دونك اول حاجه غادي نديرو هي نفتحوا برنامج ادوب الستراتور باش نديرو التجهيز ديال الملفات. كما وصلنا في الحصص اللي فاتوا اننا باش نحركوا اي عنصر داخل برنامج افتر افكت خصنا نعزلوه داخل لاير خاص برنامج ادوب الستراتور. دونك حاول ثاني نعزل كل شكل في لاير خاص. دونك هذه الكتابه وهذا العنصر هذا غادي نديرو حفظ كنترول اس. نفتحوا دابا برنامج افتر افكت باش نبداو عمليه التحريك. غنديرو نيو كومبوزيسيون، الابعاد ديالها نخليو 1080 على 1080. نعطيو له النون ديال يوبير، المده الزمنيه نخليو فيها 16. نديرو اوكي. بركو هاد الخانه هادي باش نعطيو ابعاد لا كومبوزيسيون. غادي نخدمو بنفس الطريقه اللي كنخدمو بها ديما. دونك غادي نديرو ملف خاص، ملفات ادوب الستراتور، ملف خاص بلي كومبوزيسيون. نديرو دو كليك باش نديرو التحميل ديال الشعار. الشعار هو هذا، نبرك على الخانه الثانيه وندير امبورت. كما ولفنا ديما كيجيو عندي جوج ملفات، ملف خاص بملفات ادوب الستراتور، كومبوزيسيون اساسيه كنديرها داخل لا كومبوزيسيون الاساسيه ديالي، وكنديرها داخل الملف الخاص بلي كومبوزيسيون. نديرو دو كليك باش نفتحو الشعار. اول حاجه غنبداو بها هي هذه. دونك هادو نحاول نخفيهم، ممكن نطلع لي الفوق نحدد هادو كاملين شيفت ونرجعهم للور. هادي غادي نحولها ل 3 دي، خلينا واحد. غادي نحيد الترابط ونرد هاد الكونترولور هذا نردو في المنتصف. تكتب عندي هنا 100% كتعني بين راه ولا في المنتصف. ونرد دابا حاليا الترابط اللي كان بيناتهم. دونك لانيماسيون غادي تكون عندي هي بوزيسيون مع روتاسيون. نخليو لانيماسيون 1 سكوند، نعطي بوزيسيون وروتاسيون غتكون على المحور إكغيك. نجيو هنا حتى لثانية واحد، نعطيو كي فريم واحدة أخرى، كي فريم هنا. التسارع غادي نخليوه 80، مي هادي غادي نأخرها. هنا غادي نعطي ناقص واحد، بمعنى أن الحركة غتكون على محور إكغيك. تقصي سباس نشوف لانيماسيون كي غادي تكون بيان. غادي نجي للبوزيسيون ننزلها لتحت، تخرج من لا كومبوزيسيون مع الشيفت، تلقي سباس، ندخل لهادي. غادي نلقى عندي ناخد نسخه من هادي، غادي نلقى عندي دو لاير. دونك هادي نطبق عليها فيل نخليوه بلون يكون ابيض ولا لون احمر، اختاروا نتوما اللون اللي بغيتو. يلا رجعت للروتاسيون حركه، لاحظنا غادي نلقاو بلين الخلف ديال الورقه ابيض، بمعنى كتعطيها بعد نتاع 3 دي. غادي ننزل بهادو بجوجهم لتحت. الا خليت الحركه بهذا الشكل غادي تكون هاد الحركه ديال الورقه شويه عاديه، حنا بغيناها تكون شويه بروفيسيونيل. غادي نديرو واحد التحريك اللي كنا شفناه من قبل في هاد الحصه. دونك اش غادي ندير هنا؟ غادي ندير نيو سوليد، ندير اوكي. هاد السوليد غادي نطبق عليه واحد ليفي ديال غراديان رامب اللي كنا شرحناه في هاد الحصه من قبل. ننزلو لتحت هنا، وغادي نجي وغادي ندير نيو ادجستمنت لاير. هاد ادجستمنت لاير كنا شرحناها بواحد الشكل اللي بيان ديطايي. اللي بغى يفهمها اكثر يرجع للتحريك ديال الاوراق اللي كنا شفناه في اخر حصه. غادي نطبق عليها تايم ديسبليسمنت. الخاصيه نتاع التايم ديسبليسمنت حتى هي كنا شرحناها. غادي نجي هنا، غادي نطبق على هاد الخاصيه هادي، وغادي نجي هنا وغادي ندير هاد لي زيفي. غادي نخفي حاليا هذا ونشوف الحركه ديال الاوراق كيفاش غادي تجي. غتلقى لها سباس. غادي نقصو في هاد الحته هادي، نديرو غير 0.3 ولا 0.3. هنا نعطيو 300. نرجعنا للبدايه، نلقى لها سباس.
شوف الروتاسيون كي غادي تكون. الاشكال اللي غادي يكون هو انني غادي ننزل بهاد لا بوزيسيون لتحت حتى نخفي هاد لاكارت من لا كومبوزيسيون الاساسيه. غتجي لانيماسيون بهاد الشكل، غتلقى لها سباس برك على هادي، عطينا 350 ونشوف التحريك كي غادي يكون. غنطبق نفس الخاصيه على الورقه الاخرى، على لاكارت الاخرى اللي كاينه. شوف اش هي هادي، هادي نرجعها للخلف. هادي حتى هي غادي نطبق عليها 3 دي اكسترود، نعطيو هنا 2. غادي ننزل هاد الكونترولور لهنا، نحيد الترابط بيناتهم ونجي نتحكم في هاد الكونترولور، نجيبو في المنتصف ديال لاكارت. نرد دابا الترابط هنا وندير هنا بطبيعة الحال بوزيسيون مع روتاسيون. حتى نفس الانيماسيون اللي نعتمدو هنا، نعطي هنا كي فريم ونعطي كي فريم على المحور ديال إيكغيك. غادي ننزل بهادي لتحت لا اسباس، نجي هنا نعطي هنا روتاسيون، نعطي 1 اوكي. نعطي كي فريم البداية، نعطي 0. نعطي التسارع ديال 80 وهادي غادي نأخرها واحد شوية هنا. نجمع هادو دونك هادو نعطيهم لون باش نميزهم على هادو اللي لتحت. دابا الا مشيت نزلت هادو بجوجهم تحت هاد ادجاستمنت لاير مع الديب مع هذا السوليد، غادي يعطيو نفس التحريك اللي عطينا لهادو الاول. حنا نجربو نشوفو كيفاش غادي تجي لانيماسيون. اسباس دونك غتجي هادي هنا بهاد الشكل. واش كاينه روتاسيون ولا ما كايناش؟ دونك كاينه روتاسيون هنا. غادي ندخل داخل ديال هاد لا كومبوزيسيون هادي، نعطي هنا فيل نطبقوه بلون احمر، نخليوه بلون احمر ما عندناش اشكال. حيد هادي، شوف التحريك كي غادي يكون. دابا غادي ننزل بهادو لتحت، غادي نأخرهم واحد شويه دونك حتى تطلع هادي، هاد غادي تتبع هادي. لاحظت كاين واحد التداخل بيناتهم. نجي هنا ندير او بوزيسيون ونحرك شويه العمق هو هذا. دونك غادي نجي هنا اللحظه اللي كيتداخلوا فيها بجوج، خرجها واحد شويه لهيه بيان، نعطيو غير 100. حيد هادي، ندير سوبريمي، نجيب هادي هنا وهنا غترجع في الحاله العاديه ديالها. دونك الا شفت انا مازال التداخل عندي، نغير ديما حتى ميبقاش عندي التداخل هنا. عطيت انا 50 من 40، وغادي نخلي ديما 100 باش ما يكونش عندي التداخل بين لي كارت. لاحظت انا البدايه كتكون هنا، ممكن نزل هذه لتحت، نزيد نزل بها لتحت. شوف الا بدينا لانيماسيون من البدايه، نزيد نحرك شويه هاد الروتاسيون هادي، نعطي 0 باش ترجع للمكان الاصلي ديالها.
من البداية التحريك كيفاش غادي يكون. صراحة ما عجبنيش هاد اللون الاحمر اللي عطيت في الخلفية ديال الورقة، نخليوه حتى هو اللون ابيض. نجيو هادي ونعطيو هاد اللون هذا. نكملو الانيماسيون ديالنا. دابا نقربو هاد العناصر الاخرى اللي كاين عندي هنا. دونك اللحظة اللي كتستقر فيها الحركة غادي نخدم بهادي. مي قبل ما غادي نبغي ندير لهاد التحريك غادي نقطع هاد ادجاستمنت لاير مع هادي باش ما يتطبقوليش ليفي ديالهم فوق من هادي. هادي غادي نرجعها دابا للخلف، نجيب هاد المنطقة هادي ما غادي يطرا لها والو، غادي ننزلها للخلف. علاش قطعت هاد ادجاستمنت لاير مع هاد السوليد؟ اللي الا خليتهم هاد الالتواء غادي تطبق ليه على هاد الدائرة هادي ولا على هاد القرص هذا، وانا مبغيتش هاد العملية هادي طرا. دونك هنا نقدر نعطيو بوزيسيون بي، والبداية هنا غادي يكون الخلف ديال مع واحد الروتاسيون. نعطيو واحد، نعطيو الصورة ديما ديال 80. هنا غادي نعطيو واحد الاستيك باش تعطي جمالية للتحريك. شوف الى طلقت لي الانيماسيون. نعطينا 90. قرب شوية هادي. غادي نجي لهاد المستطيل هذا اللي هنا، نعطيه واحد الانيماسيون غادي تكون سامبل. نعطيوه سكيل اس سكيل، نحيد الترابط، نخلي الحركة تقريبا في الثانية، نرجع للبداية هنا نعطيه 0. نحدد هادو بجوج نعطيهم 80. نقلع سباس. نجي لهاد الخانة الاخرى هادي ونعطيها حتى هي الاستيك. الا لاحظتو انا ليفي ديال الروتاسيون ديال الورقة كيتقل الجهاز. ناخدو من هادي نسخة كونترول دي، نعطيوها فيل، ناخدو كونترول دي واحدة اخرى، هادي نعطيوها فيل. دونك الفيل هادي نعطيوه غادي يكون باللون ابيض. نفس القضية حتى لهادي فيل. نعطيوها لون اسود، نخلي بيناتهم 3 كي فريم، نخليو 6 لي كي فريم، نجمعهم في كومبوزيسيون كونترول شيفت سي اوكي. ناخدو 3 ديال النسخ، نخليو بيناتهم 3 كي فريم، غادي نعطيو الفا انفيرس، نجمعهم في كومبوزيسيون ب3. شوف التحريك كي غادي يكون. نعاود من البداية. دونك هادي هي تبقى عندي هنا، ناخد هادي كونترول دي نهز هادي الفوق، وهادي ندير لها الفا مات، بمعنى ان هادي غادي تبان من داخل الشعار. كتقلع سباس، نبدلو الخلفية، شوف شي خلفية اللي تكون متحركة. دونك غادي نخدمو الاكستنشن ديال بيك باك. دونك باش ما تاثرش عندي هاد الخلفيه بلي فين تاع ادجستمنت لاير مع تايم ديسبيسمنت، غندير هنا نيو كومبوزيسيون جديده،
نخليها بنفس الابعاد، نسميها يوبير فينال وندير اوكي. دونك هي هادي، غادي نهز هاد يوبير نحطها داخل ديال هادي. دونك بنفس الانيماسيون اللي كانت عندي. دابا غادي نضيف الخلفيه. دابا الخلفيه ما غاديش تاثر عندي بهاد التايم ديسبليسمنت اللي كنا درناه. دونك الا لاحظنا دابا من البدايه نقول اسباس، يعني دونك التحريك بالنسبه لي راه مزيان. غادي نزيدو واحد التاثير ديال الاضاءه، نزيد هنا واحد المستطيل، نديرو بلون يكون ابيض، نحيد هاد ستروك ونخليو الفيل يكون بلون ابيض، ندير اوكي. نعطيو بوزيسيون بي، نمشيو حتى لثانية 4 فاش تساق الحركة، نعطيو واحد الروتاسيون هنا تكون خفيفة، يجي بهاد الشكل. نهزو شوية هذا الفوق، نجرو هذا لهاد المكان هذا هنا. نطبقو عليه تيربيون ديسبليس اللي كيعطي واحد الانحناء. ناخدو نسخة من هادي كونترول دي، نهزوها الفوق ونديرو هنا الفا مات. الحركة كيفاش غتكون، نعطيه دي، نعطيو هنا 70 ونبدلو المود. غادي نجيو المود نديرو هاد الديفيرنس هذا، غتقنع سباس من البداية. نشوف اخر التحريك ديالنا كي داير. نتمنى هاد الحصة هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الحصه هادي. صراحه اللي بغى يطور لي سكيلز ديالو في افتر افكت ما كيكفيش انك غير تفرج، مي اللي مهم بزاف واللي كيطور في لي سكيلز ديال الشخص هو التطبيق. دونك حاولوا تطبقوا معنا هاد الدروس اللي كنديرو، وان شاء الله في المستقبل غادي يولي عندكم واحد المستوى اللي متقدم. دونك تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله، الى حصه قادمه ان شاء الله.